كلاكيت 10 مرة. إصابة خطيرة لشيرين عبد الوهاب على يد حسام حبيب. أصيبت المطربة شيرين عبد الوهاب بجروح خطيرة بعد تعدي طليقها حسام حبيب عليها بالضرب داخل شقة تستخدم كاستديو بمنطقة التجمع الأول. وقال مصدر أمني إن الواقعة حدثت في الساعة 5 فجراً عندما حضرت المجني عليها لقسم شرطة التجمع الأول والدماء تسيل منها بغزارة، وأقرت بتعرضها للاحتجاز والضرب والتعذيب على يد طليقها حسام حبيب. وأضاف المصدر أن شيرين أصيبت في رأسها وقدمها وعينها، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج، وتم عمل تقرير طبي لها. احتجاز وتعذيب شيرين عبد الوهاب. تعود الواقعة عندما تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغاً من المطربة شيرين عبد الوهاب مفاده احتجازها وتعذيبها على يد طليقها حسام حبيب داخل شقة بالتجمع الأول. وقالت شيرين في محضر الشرطة أن طليقها قام بضربها مما تسبب في إصابتها بجروح في فروة الرأس والقدمين، كما أصيبت بتجمع دموي في عينها اليمنى، ما تسبب في انتفاخها. وبعمل التحريات تبين صحة البلاغ، وتقوم أجهزة الأمن حالياً باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.